فين احلامك؟ فين طموحاتك؟ انت فين؟ بتدي نفسك وقت؟ عندك مي تايم؟ مفيش الحاجات دي. فالست مع الوقت بتفقد هويتها فعلا. انا عملت تكميم، عملت مع دكتور احمد المصري، والله العظيم ده مش اعلان، بس بقول لكم لان هو اللي انا عملت معاه وانا حسيت ان انا كويسه والدكتور كان كويس والمتابعه بتاعته كويسه الى حد كبير، فده اللي انا عملت معاه. احمد المصري اللي عمل لمي كساب. مبدئيا انا خسيت 30 كيلو، واللي مش متابعني هحط لكم دلوقتي حالا صورتي قبل ما اخس عشان تشوفوها. انا عملت تكميم وما كنتش عايزه اقول لان انا كنت لسه محتاجه اعرف هي هتوديني لفين، الدنيا هتبقى عامله ازاي. انا دلوقتي بقالي عاملاها من شهر 10 اللي فات، فانا اولموست كده سنه الا شهرين. وبعد ما عملتها قعدت اخس تدريجيا. الخسسان بيبقى تدريجي جدا، والحمد لله خسيت 30 كيلو. كنت 88 ودلوقتي 58 الحمد لله، ودي حاجه الحمد لله كويسه جدا، كويسه جدا لصحتي. دايما اكتر سؤال بيتسال هو ازاي تخسي او تعملي تكميم وانتي اصلا مش اوفر ويت او مش اوبيز او مش وزنك كبير قوي. ممكن تتعمل كده لو عندكم حاجه صحيه كبيره. انا عندي مشكله في ظهري كبيره قوي، فكان لازم خلاص لان انا كنت خلاص مش قادره، وكان عندي التخن زياده. ده كان بعد ازمه كانت في حياتي، ومن ساعتها ما عرفتش ان انا انزله. بس انا اصلا وزني في الحقيقه ما كانش ابدا بيوصل اكتر من 62 ماكسيموم 68. الفوائد بتاعتها بالنسبه لي ان انا قدرت اتحرك، قدرت ابقى اخف، قدرت اشتغل بشكل احسن، قدرت ان انا يبقى عندي ظبطت الفيتامينز بتاعتي، لان لازم تاخدوا فيتامينز. من اهم الحاجات لازم تعملوها ان انتوا تاخدوا الفيتامينز بتاعتكم بعد العمليه. ما ينفعش تكبروا دماغكم منها خالص، سبيشالي اول 6 شهور. مفيش حاجه اسمها تكبير دماغ، انتوا عايشين حرفيا على الفيتامينز واكل خفيف وصغير قوي. والبروتين مهم جدا، دي نصايحي. بروتين شيك مهم جدا، لو هتعملوا العمليه دي لازم تاخدوه مرتين في اليوم عشان شعركم ما يقعش، عشان حاجات كتير ما تقعش. وفي فيتامينز كتير للشعر وكده. كان عندي تكيسات على المبايض وشالتها. اهم حاجه عايزه انصحكم بيها انك لو هتعملوا العمليه دي لازم تعرفوا كويس قوي الدكتور اللي هتعملوا معاه انه دكتور موثوق فيه، لان هي في الاخر دباسه بتدبس بطنكم، بتدبس معدتكم، وبتشيل 80% من المعده، يعني بتبقي عايشه ب 20% بس. فلازم يحصل تدبيس. التدبيس ده بيبقى على حسب الدكتور، لو بياخد فلوس كتير او بياخد فلوس قليله بيبقى معناها ان الدباسه بتاعته مختلفه. في دباسات كويسه وفي دباسات لا، فعشان كده لازم تبقوا دكتور موثوق فيه. انا عملت مع دكتور احمد المصري، والله العظيم ده مش اعلان. عايزه اكد تاني على موضوع الدباسه. دباسه المعده اللي بتدبس المعده، لو الدكتور مش عنده الدباسه كويسه ممكن يحصل 1000 بعد شهر تسريب، يعني معدتك تبقى مفتح وتطلع الاكل في جسمك كله من جوه. ممكن تحصل يعني حاجات احنا في غيرنا ان احنا نحكيها.